مرحبا، بفيديو اليوم راح اشتغل وياكم كيكة من الصفر، من الخلط والخبز وحتى الحشوات والتزيين والتغليف وكامل. اول مرة تشوفوني خلوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات ويلا نبلش. بهذه الوصفة راح احتاج الى 4 بيضات ويكون حجمهم شوية كبير حتى تعطيكم نتيجة مثالية، والبيض يكون بارد جدا يعني مخلينه بالثلاجة. الخطوة اللي بعدها راح نحتاج إلى محسن الكيك، وهنا الشركة اللي استخدمها هي أوفيليت، مو إعلان لكن هاي الشركة اللي استخدمها جدا ممتازة. ومثل ما تلاحظون شلون عندي المحسن هنا جامد، يعني مخليته بالمجمدة مو بالثلاجة، ومثل ما تشوفون قوة ينزل. اللي يقول لونه أبيض معناها خربان، لا، هاي لأنه جامد. أما هنا السكر فراح أحتاج كوب ما يعادل 250 مل، والنشا أيضا بنفس الكوب راح استخدمه لكن لا تملونه للآخر. واخر شي راح استخدم الطحين او الدقيق كوبين بنفس الكوب اللي استخدمناه. وهنا انا ضفت الفانيلا، بصراحة نسيتها فالمفروض كان اخليها من البداية، انتو خلوها ويا البيض، انا خليتها بالنهاية لانه نسيت. اخر شي استخدمت البيكنج باودر، وهاي الشركة اللي استخدمتها اللي شفتوها. بعدين راح استخدم هنا الماء يكون بارد جدا، وراح استخدم كوب واحد فقط. وهسه نجي لمرحلة الخفق. هنا العجانة مالتي اللي استخدمها هي من شركة امبليون، اللي يحب يعرف يا عجانة شنو اسمها اللي استخدمه. خليتها هنا تخفق الى ان تتجانس كل المواد مع بعض، وعلى درجة كلش قليلة الى ان فقط تتجانس. بعدها هنا شوية لما انجانست ابدي اعليها او ارفعها تدريجيا الى ان اخليها الى اعلى درجة، واتركها الى ان تتضاعف، وراح يتغير عندي لون الخليط الى اللون الابيض. من توصل عندي لهاي الدرجة وتشوفون الخليط شوية بدأ يرتفع أو يتضاعف، فأبدي أضيف ملعقة واحدة من الطحين أو الدقيق. هذا الشي كلش راح يفرق عندكم، راح ينطيكم نتيجة ممتازة، فضيفوا هاي الملعقة وهي راح تفيدكم. بعدها هنا راح استخدم كوب ثاني من الماء وراح اضيفه تدريجيا، وكل شوية لما اشوفها بدأت ترفع الخليط اضيف الماء، ما اضيفه مباشرة كله فوق بعض، هنا راح يخرب عندكم الخليط وراح يكون سائل والمواد ما متجانسة. اتركها لمدة من الزمن الى ان تتضاعف. 1 hour later. وهاي تقريبا بعد مرور 8 دقائق على كحد أقصى يعني، أو إلى أن تعطيكم هيجي نتيجة. هاي النتيجة راح تكون ممتازة وناعمة مثل ما تشوفون. خليط يكون عندي ناعم لامع مثل ما تشوفون، اللمعة مالته واضحة، وأيضا يكون سلس بحيث لما تنزل العجين أو الخليط مالتنا هيك يكون فوق بعض وعلى شكل طبقات. هنا معناها إنه الخليط مالتكم ممتاز، وراح تطلع عندكم الكيكة كلش هشة. قالب قياس 22 مغلف بالزبدة، أدخلها إلى الفرن لدرجة حرارة تكون عالية، وبعدها أخفضها إلى أقل درجة ممكنة، وبعدين أطلعها. وهاي هي نتيجة الكيك مالتنا. أنطيكم شوية ملاحظات: تخلون النار مو مباشرة تحتها، وإنما تخلون الصينية مالت الفرن وفوقها الشبكة، وتخلوها على ارتفاع عالي إلى أن ترتفع، وما تفتحونها فقط من فوق، يعني النار أبدا لا تشغلوها من فوق، فقط من تحت، وخفضوها من تبدي ترتفع. وهاي هي النتيجة. وهاي ثاني يوم من بعد ما بردت الكيكة مالتنا راح نبدي نشتغل الكريم اللي استخدمها هي باستري شيف، وبصراحة غيرتها ان شاء الله. اراويكم الكريمة اللي استخدمتها عن جديد. هنا أنا راح استخدم 3 كوب من الكريمة. اما الماء فيكون بارد جدا ومثلج مثل ما تشوفون حتى وان كان شتاء. وراح استخدم هذا الكوب نفسه اللي استخدمته بخليط الكيك مالتنا، ونفسه اللي استخدمته بالكريم، لكن لا تملونه مي للآخر. وابدوا جانسوا الكريمة بالسباتولا مالتكم وحركوها كل زين بحيث تتخلصون من كل يعني الفتات مالت الكريم حتى تطلع لكم نتيجة ناعمة وممتازة. هاي أهم مواد اللي راح استخدمهم، اللي هو المنشار والسباتولا. ثاني شي عندي أجهز الحشوات. أول حشوة هاي عندكم اللي هي حشوة الكراميل، مو التوفي وإنما هذه حشوة الكراميل. بعدها هنا أنا راح استخدم حشوة الفانيلا، وصراحة من مفضلاتي كلش أحبها، ما أعرف رأيكم أنتو تحبوها أو لا. فهاي هي هنا أنا حضرتها حشوة الفانيلا. واخر شي عندنا حشوة الفراولة، تكون هلامية وكلش حلوة. طبعا جاي اعرض لكم الشركات اللي جاي استخدمهم، وهي شركات تركية. وهذا ايضا القوام. بعدها ننظف المكان مالتنا كل زين قبل ما نبدي بالعمل.
وهسه وقت تقطيع الكيك وبعدها نشتغل الحشوات. مثل ما تشوفون بالبداية بكل فيديو أشيل هذا الفوق حتى أتخلص من عنده، لأنه يكون رطب بسبب أنه أني أخلي الكيك مالتي بأكياس النايلون حتى تحافظ على طراوتها، فأتخلص من عنده وبعدها أقص الكيك مالتي بهاي الطريقة. ماكو داعي أحكي عن هشاشة الكيك لأنه سمعتوا الصوت بنفسكم، كلش هشة كلش لذيذة وما راح تفشلكم قدام الزبائن أو قدام عائلتكم أو خطاركم. أما هنا نجي في الحشوة، أنتم مخيرين اللي تحابين تستخدموه استخدموه. هنا أنا استخدمت للطبقة الأولى هي كريمة الفانيلا عادية، وللطبقة الثانية استخدمت كريمة الشوكولاتة. بعدها استخدمت هنا الجوز لأنه زبائني كلش يحبون الجوز، فأنتم مخيرين كيفكم حابين تستخدمون حبيبات شوكولاتة، جوز أو بدون أي شيء، أو مربى مالت فواكه معينة اللي موجود عندكم تقدرون تستخدمونه. أنا استخدمت هاي الحشوات اللي شوفتكم إياها قبل شوي، اللي هي الكراميل والفراولة، وآخر شي حشوة الفانيلا. وإضافة مني أحب أضيف وياهم أني هذا مروار ويا كل نكهة، مثلا الفراولة وياها مروار الفراولة، الكراميل وياها مروار الكراميل، هذا ينطيها هيك شوية طراوة وتكون الحشوة مو فتشي كلش قوي، يعني يكون بيها طراوة. ما أعرف إذا وصلت لكم الفكرة أو لا. مثل ما قلت لكم آخر طبقة أيضا راح أخلي الجوز وراح أخلي وياهم حشوة الفانيلا. هيك تكون عندنا خلصت آخر طبقة وراح أغلقها. طبعا هنا أنا حرت جاي أشوف الاتجاه شلون راح يصير، فخليتها بهذا الاتجاه وضغطت عليهم كل زين وبديت أعدلها بإيدي، وهنا راح أدخلها للثلاجة إلى أن تبرد. هسه اجا وقت التغليف. طبعا التغليف ياخذ وقت كلش هواي. هنا أنا استخدمت هاي الكريمة مالتي، خليتها بأكياس هيك واستخدمتها. طبعا للمبتدئين راح يكون عندكم هذا الشي أسهل، لأن راح تسيطرون على الكريمة. 3 hours later. أني الكيكة مالتي إذا تلاحظون شوية اختلف شكلها. ليش؟ لأنه أني أول شي قصيت من عدها لأنه ما رادوا الارتفاع يكون كلش عالي، وثاني شي بدأت أرتبها يعني من الحواف والجوانب حتى شنو بالتغليف ما تتعبني. طبعا إذا حابين تشوفون هذا الفيديو كامل مالت الصقل وشون أطلع باستقامة ممتازة، راح أخليكم إياه فوق هنا يطلع عندكم علامة تقدرون تدخلون عليه وتشوفوه بالتفصيل الممل. أنا هنا شوية اختصرت بالمعلومات حتى ما يكون الفيديو عليكم ممل. بالتغليف هذا ما راح أتعب كلش هواي، فقط راح أوزع الكريمة وأبدي أشيل الزايد من عندها. راح نشيل كلش هواي من الكريم حتى يعني إذا تلاحظون تبين عندنا الخطوط مالت الكريم من تحت. الثقل مو كلش مضبوط لأنه احنا راح نخلي يعني صورة عجينة السكر راح استخدم. أما هنا بالقاعدة فمثل ما تشوفون نظفت بهاي الطريقة. دخلت الكيكة مالتي للثلاجة إلى أن تبرد، وبعدها هنا استخدمت هذا الصور، هي صور سكرية تقدرون تطبعوها عند محلات المطيبات اللي يعني تبيع مواد مالت الكيك. وهنا بدأت أقيس الارتفاع حتى أقص الزايد من عده. للأمانة هنا غدر بي الورق وما كفى، وهسه تشوفون شلون راح نرتبها. رغم كل هذا راح تطلع عندنا مرتبة كلش حلوة، لأنه أصحاب الكيك اللي طلبوه رادوها بسعر معين، فما قدروا يدفعون أكثر من هيك، لأنه الصور يكون يعني سعرهم واحد، فما قدروا يدفعون أكثر من هيك. يعني ما قدرت أسوي 3 صور سكرية، استخدمت فقط هنا لهاي الكيكة صورتين. على مود تطلع عندنا كلش ممتازة لازم تستخدمون 3 صور سكرية حتى تطلع يعني كلش بيرفكت من فوق ومن تحت وبكل الأوقات. فأني شنو حاولت أرتبها لهم قد ما أقدر، وإن شاء الله راح تشوفون النتيجة بالنهاية راح تطلع عندنا كلش ممتازة. حاولت أرتب بيها قد ما أقدر. أما بقى عندي هيك شوية قطع زايدة فمن فوق هم رادوها أيضا هي كلها تكون عبارة عن هذا جلد النمر أو جلد الفهد ما أعرف. المهم فما كفى عندي مثل ما جاي تشوفون، وبقى فراغ بالوسط، بس هسه نعالج الوضع. المهم هنا بالأطراف هذه بقت واقفة هيك عندنا الأوراق وما حبيت أقصهم، فشنو سويت؟ بدأت أخلي هذا المي اللي مسويته أني من شكر ومي فقط،
وخليتها على الورق، وبديت هيجي اطويهم والصقهم ببعض كلها كامل الكيكة. والكثير الكثير من الصبر. ما أنكر إنه هالشي أحبطني، لكن بالبداية لما تشتغلون شي كملوا للآخر، يا أما تشتغلونه بحب من الأول للآخر يا أما بلاها. فأنا هنا قررت أكمل وأطلعها بصورة جميلة رغم إنه المواد أو الأشياء عندي مو كافية. فهنا على مود أسوي دائرة مضبوطة، خليت شوية من هذا المي والشكر بالأطراف حتى تطلع عندي دائرة ممتازة، وهنا تلتصق عليها هاي اللؤلؤ أو الصجن باللون الذهبي. وهذا التاج مالتنا خليناه هيجي فوق، وطلعت عندنا الكيكة بهذا الشكل اللي تشوفونه أمامكم كلش مرتبة. ثبتت التاج بهذه الأعواد الخشبية حتى التاج عندي هنا ما يزحزح من مكانه. وبالآخر نقول لا مستحيلة. فعدلت الكيكة مالتنا، ومثل ما تشوفون هذا شكلها بالآخر طلع كلش حلو مرتب. أخذت لكم إياها بزوايا مختلفة وبإضاءة شوية مخافتة، حبيت أراويكم إياها بالشكل اللي كنت أشوفها بالحقيقة بس ما طلعت. المهم هذا هو شكلها النهائي. يا رب تكونوا حبيتوها وأخذتوا فكرة. كانت وياكم شيف ضحى، انتظروني فيديوهات قادمة. أحبكم كلش هواي، مع السلامة.